بغيتي تشعل كارو في الزنقة؟ وجد 500 درهم ولا حتى 5000 درهم في المرة الجاية. راه كاين مقترح قانون جديد في المغرب كيهم بزاف ديال الناس وخصنا نعرفوه. هاد المقترح كيقول باللي اي واحد كيشعل سيجاره ولا شيشه الكترونيه ولا اي منتوج ديال التبغ في بلاصه عموميه بحال المستشفيات، الطوبيسات، الادارات او حتى في القهاوي والمطاعم يمكن يتعرض لغرامه من 500 حتى ل 1000 درهم. وماشي غير هادشي، الا عاودتي المخالفه الغرامه كتقدر توصل حتى ل 5000 درهم. يعني القانون ماشي لعب، راه فيه تشديد بزاف. القانون باقي مقترح، يعني مازال ما تصادقش عليه رسميا، ولكن راه داخل في النقاش في البرلمان وممكن يولي واقع قريبا. دابا وقت الوعي والتبديل. إلا كنتي مبلي بالكارو شعلو في دارك ورد البال في الأماكن العمومية باش ما تخلصش الثمن غالي. والله يعفو على الجميع. بارطاجي الفيديو مع صحابك، راك تقدر تنفع شي حد غير بهاد المعلومة.